اهلا بيكم في حلقه جديده. انا احمد حلمي ودي قناه زومين. زي ما اتعودنا دايما في السلسله اللي الواحد بيحب يتكلم فيها عن الافلام الجديده اللي نزلت بجودات عاليه جدا. ده اول فيديو معانا في سنه 2024 عن الشهر يناير، الحاجات اللي نزلت فيها بجودات حلوه جدا، سواء افلام كانت معانا في السينما من فترات قريبه جدا وتوفرت للمشاهده دلوقتي سواء على المنصات او على مواقع التحميل، او سواء افلام نزلت على طول على المنصات مباشره. فمن غير بقى ما نطول اكتر من كده في المقدمه ومن غير ما ندخل بقى في انترو، انا حابب بس لو انت مش مشترك معانا في القناه يا ريت تشترك، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك. ويلا بينا ندخل على الفيلم الاول على طول. واول فيلم معانا بقى هو فيلم البطه الصفراء، الفيلم اللي جانا من بطوله محمد عبد الرحمن وغادة عادل. الفيلم اللي جانا عن دكتور جامعي وباحث في علم النفس، الحاجه دي اللي هتخليه ان هو يدخل في بحث معين عن الطبيعه الاجراميه للمجرمين، الحاجه دي اللي هتخليه ان هو يتعاقد مع مثلا او ان هو يتفق مع مجموعه من الناس اللي كان ليهم سوابق قبل كده وان هو ممكن يدرس حالتهم. الحاجه دي بقى اللي هتدخله اساسا في مغامرات هو ما كانش متوقعها، الحاجات دي اللي هتغير حياته راسا على عقب. الفيلم ممكن اقول ان هو خفيف شويتين بس برضه ما تتوقعش منه الحاجه الكبيره. وتاني فيلم بقى معانا هو فيلم هند المره دي، وهو فيلم تايجر. بس المره دي بقى راجع لنا بجزء الثالث للعميل تايجر اللي بيبقى عنده مهمه جديده لواحد من العملاء اللي هو المفروض ان هو يحميهم وان هو يعدي بيهم لبره الامان. الفيلم جاي لنا من بطوله سليمان خان وكاترينا كيف، فاعتقد ان الفيلم اساسا محمس جدا لوحده لان افلام سليمان خان برضه بتبقى الطابع بتاعها حلو جدا. وبرضه فيلم تايجر بالذات كان ليه معزه خاصه جدا عند الناس سواء الجزء الاول او الجزء الثاني. توفر بقى منه الجزء الثالث بجوده عاليه جدا، انصحكم اكيد انكم تتفرجوا عليه. اما ثالث فيلم معانا واللي توفر برضه بجوده حلوه جدا هو فيلم ذا مارفل. الفيلم بقى اللي جاي لنا عن كابتن مارفل وكاميلا خان وكمان معاهم مونيكا رامبو. الحاجه دي اللي هتخلي ان في سر بيجمع ما بينهم هم الثلاثه، الحاجه دي اللي هتخليهم ان هم يكونوا فرقه صغيره منهم هم الثلاثه عشان يواجهوا بقى خطر كبير اللي هيواجه الارض او هيواجههم هم شخصيا في مغامره كبيره جدا. بس برضه الفيلم ممكن اقول ان هو من افلام مارفل الفتره الاخيره ما كانتش احسن حاجه، فانت برضه لو اتفرجت عليه هتلاقي فيه اداءات حلوه ومتميزه برضه شويه، بس برضه ما تتوقعش منه الحاجه الكبيره. اما بقى رابع فيلم معانا وهو فيلم ليفت، الفيلم اللي ممكن اقول ان هو جايب مزيج كده ما بين الاثاره وما بين ممكن اقول التشويق في مكان واحد، بس الحاجه اللي بتخلينا كده متطلعين ايه اللي هيحصل في الموضوع ده كله. وقصه الفيلم هي عن اتنين من اللصوص اللي بيقرروا ان هم يتفقوا مع بعض او يتجمعوا مع بعض عشان يعملوا عمليه سرقه كبيره جدا. عمليه السرقه دي هي الذهب مقدر ثمنه اكتر من 100 مليون دولار، بس الذهب ده بيكون موجود على طياره مدنيه، الحاجه دي اللي بيخلي اساسا ان هيبقى فيه ممكن اقول ايه عمليه اختطاف للطياره بالمدنيين اللي جواها. الحاجه دي بقى اللي هتدخلهم اساسا في مغامرات كتير وظروف تانية كتير هيتوجهوا ليها جوه احداث الطياره. فيا ترى بقى هينجحوا في العمليه بتاعتهم ولا لا؟ الفيلم ممكن اقول ان هو كان حلو جدا، عامل برضو تجربه لطيفه وهتتبسطوا جدا وانتم بتتفرجوا عليه. اما بقى خامس فيلم معانا هو فيلم نابليون. الفيلم بقى اللي اسم على مسمى لانه بيحكي عن نابليون بونابرت، تسلقه للسلطه السريع، غير طبعا حياته الرومانسيه وحياته الزوجيه مع مراته جوزيفين. الحاجه دي اللي بتخلينا نشوف بقى طبيعه الحياه بتاعت نابليون وان هو ازاي وصل للحكم وازاي اساسا رجعها من جمهوريه الملكيه، فكره الظروف اللي اتعرض ليها، فكره المغامرات اللي عدى بيها. بس الفكره كلها ان النقطه الوحيده اللي ما ذكرتش فكره ان هو اتغلب في مصر وان هو كمان اتاخد اسير. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن يكونوا تغاضوا عليها، رغم ان هم ممكن اقول جابوا كل حاجه في حياته حتى خيانه مراته ليه جايبينها جوه احداث الفيلم. فاللي هو اساسا تحس كده شويه تناقضات، بس الفيلم برده معمول بشكل متميز وهيعجبكم جدا برده وانتم بتتفرجوا عليه. فيلم جاينا من بطوله خواكين فينيكس اللي اعتقد انه بقاله فتره كبيره جدا عامل اداء متميز، فبرده الفيلم هيكون فيه شويه اداءات محترمه جدا وهتتبسطوا جدا وانتم بتتفرجوا عليه. اما بقى الفيلم الاخير اللي معانا النهارده هو فيلم اكوامان ذا لاست كينجدوم 2. المره دي بقى راجعين بقصه اكوامان ونكمل بقى مع ارثر في محاولته الكبيره لانقاذ اطلانتس، ومحاولته بقى لانقاذها من بلاك مانتا اللي عايز يدمر اطلانتا واللي بيبقى بيحاول ان هو يحصل على سلاح اساسا اللي هيغير موازين الحرب دي. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ ارثر هيقدر انه يوقفه ولا لا؟ ده كله هتشوفوه جوه احداث الفيلم. الفيلم برده ممكن اقول ان هو لطيف شويه، رغم ان عالم دي سي في الفتره الاخيره متدهور، الا ان افلام اكوامان ممكن بيطلع منها حاجات متميزه. مش هقول برده ان هي احسن حاجه في الدنيا، بس برده بيعمل احداث وحاجات حلوه جدا، فالفيلم برده هيعجبكم وانتوا تتفرجوا عليه. اعتقد دي تقريبا كانت كل الاسماء اللي عندي او كل الحاجات اللي انا شفتها متميزه واللي انصحكم اكيد انكم تتفرجوا عليها. انتم برده قولوا لي لو شفتم عمل ممكن الفتره اللي فاتت او حاجه انا نسيت ان انا اذكرها وقولوها لي، ممكن اكون نسيت، فممكن ده يبقى ترشيح منكم ليا ان الواحد يتفرج على فيلم معين او حاجه معينه. ولو برده اتفرجتوا على اي فيلم من دول يا ريت تسيبوا لي رايكم فيه في الكومنتات تحت نتكلم ونتناقش فيها. وبكده بقى اكون خلصت كل الكلام اللي عندي، واتمنى لو انت وصلت لحد هنا تكون عملت لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك معانا واول مره تشوفنا يا ريت تشترك معانا. وكده بقى اكون خلصت كل الكلام اللي عندي، واشوفكم بقى الحلقه الجايه. سلام.